سبحان الله. أذكر قصة يا جماعة، الإنسان لازم يكون فعلا حريص على صلاة الجماعة. أذكر قصة ذكرها لي أخ فاضل، يعني نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا والعهدة على الله. بيقول لي إن، وانتبه القصة دي أنا قلتها لكم قبل كده في المعادي، بيقول لي إن كان في بعض الشباب في دولة من دول الخليج مسافرين من مكان لمكان، المسافة حوالي 3000 كيلو. فطبعا في السكة إيه؟ يعني لازم يروحوا كده ينزلوا في فندق، يستريحوا كده يباتوا ليلة واخد بالك ويكملوا. طيب جم ينزلوا في فندق، فكان الكلام ده جه وقت صلاة إيه؟ المغرب. خد بالك ركز معايا في الحتة دي. جه وقت صلاة إيه؟ المغرب، عايزين يصلوا، فدخلوا الريسبشن ودفعوا الفلوس وظبطوا الأمور كده وخدوا مفاتيح الغرف، ولسه طالعين هيسألوا الراجل عن المصلى بتاع الفندق، فجأة لقوا مكان قدامهم كده إيه؟ داخل لجوه كده زي المحراب، ومرسوم عليه صورة القبلة، وقدامه قطعة موكيت كبيرة ومساحة فاضية. قالوا بس يبقى هو ده المصلى. فدخلوا. الأخ متوضين يا جماعة؟ قالوا متوضين. يلا نصلي. أخ منهم أقام الصلاة، والإمام دخل فين؟ عشان المكان ورا كان بسيط كده، راح داخل فين؟ في التجويف اللي جوه ده. الله أكبر، كله كبر وراه، قرأ الفاتحة وقرأ سورة، ثم بعد ذلك إيه؟ ركع. بعد ما ركع طول قوي في الركوع. الجماعة اللي وراه، هو أخونا مش هيخلص ولا إيه؟ جاي يضحك نسي نفسه ولا إيه؟ واخد بالك؟ عمالين يستنوا إن يقوم، مش عايز يقوم، يقوم مش عايز يقوم، حد ما واحد راح جامز اللي جنبه، فاللي جنبه راح باصص، الله ده الإمام اتسرق، مفيش إمام. والله مش لاقيين إمام، ده بجد والله. الإمام راح فين؟ إيه، حد اتزنق في إمام ولا إيه؟ المهم يدوروا على يمين وشمال مش لاقيينه. فقال له قوم انت قوم، قاموا قاومين بعض، في ايه؟ الامام مش موجود. اتاري الحته اللي دخل فيها دي الاسانسير بتاع الفندق. والزراير بتاعته من الجنب وهم مش واخدين بالهم. والفندق عامل نظام حلو انه راسم لك القبله في الاسانسير. ليه؟ عشان لما تطلع اي دور تعرف القبله فين، الاتجاه بتاعها. فهو مش واخد باله، فالامام دخل فركع، فالناس طلبوه في الدور الخامس. بيفتحوا باب الاسانسير، لا احنا سمع الله ولمن حمده. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم.